الكرام، الآن ننتقل لضيفنا الكريم عبر الهاتف. احنا معنا الفنان النجم الكبير محمد عبده اللي حيشاركنا برأيه واللي يشاركنا في حزنه بهذه المناسبة الحزينة. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أخت خلود. هلا أهلا بك فناننا الكبير. بداية اسمح لي أقول لك وأعزيك عظم الله أجرك وأجر كل السعوديين وأجر كل العرب والأمة العربية والإسلامية بأجمعها. حضرتك كفنان كبير لك جمهور، حابين أكيد أنك توصف لنا مشاعرك في هذا اليوم اللي أكيد تحزن المملكة بأسرها والعالم بأسره بوفاة الأب والقائد. رحمه الله. كان الملك الإنسان، ملك الأخ اللي يشعر الإنسان بأبوته، بحنانه، بإنسانيته. الملك اللي ما عمره في حياتي يعني شفت إنسان إلا ويذكره بالخير، ويذكره سواء من العرب أو من غير العرب، من الأمة العربية سواء أو الخارجية. هذا الإنسان كان له أثر كبير جدا في حياتي أنا شخصيا. أنا أعتذر جدا عن هذا الحدث يعني تفضل. كان الأب الحنون، وأنا لما كنت في المستشفى فوجئت بصوته بيسأل عني بالتليفون وهو في المستشفى أيضا. هذا الإنسان اللي كان نفسي أنا يكون يومي قبل يومه. كلنا نفس الشيء، كلنا نفس الشيء. الحمد لله. عموما يعني هو ليس ملك فقط يعني يكرم الصغير والكبير. الآن احنا ننظر إلى تكريمه للفنانين وطلوع الفنانين ومصافحته لنا بحنو وأبوة في الجنادرية، وتقليده للفن عموما عن طريق أستاذنا وكاتبنا الكبير إبراهيم خفاجي، تقليده وسام الملك عبد العزيز. هذه بادرة لا يمكن كان أحد يتخذها إلا هذا الرجل القامة الكبيرة المتواضعة، الإنسان الملك عبد الله رحمه الله. أستاذ محمد، أنا بس أبغى أسألك أو أبغى أطلب منك حاجة. هو آخر وصية طلبها مننا كلنا، لا تنسوني بالدعاء. حضرتك إذا حابب توجه له رسالة الآن، إيش تقول له؟ نعم، أنت في قلوبنا وأنت في صلاتنا ندعو لك في كل قيام في حياتك وبعد مماتك. احنا بندعو لك يا عبد الله بن عبد العزيز أن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنات النعيم في الفردوس الأعلى يا أبا متعب إن شاء الله. إن شاء الله. هل تذكر لي من أهم المواقف؟ حضرتك ذكرت لنا موقف اللي هو لما اتصل على حضرتك بالمستشفى وكنت يعني لا بأس عليك، كنت وقتها تعبان وكلمك واطمأن على صحتك. هل تذكر لنا أحد المواقف الأخرى بينك وبين خادم الحرمين الشريفين غفر الله له؟ مواقف كثيرة جدا، يعني عطاء لنا سواء المعنوي أو المادي، السؤال عننا، طلوعنا بالسلام عليه في الجنادرية. لا يعني لا يحسسك بأنه هو بس فقط الملك، لا، هو الأب، هو الأخ، هو الفنان أيضا. يعني في تكويناته اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها له، الحب التلقائي، يعني تحسي انه من القلب للقلب. كل تصرفاته تحسيها خارجه من القلب وتصل الى القلب. نعم نعم. أنا لا أريد أن أثقل عليك، كلمة أخيرة حابب تقولها أستاذ محمد؟ رحم الله حبيبنا وأبونا عبد الله، وإن شاء الله ربنا يجعل خير سلف الملك سلمان أيضا. يعني هذا الرجل المخضرم الذي وافق وواكب جميع الملوك اللي مروا على مملكتنا الحبيبة وقادتنا العظام. وحقيقة كل تعييناته اليوم أبهجت الناس إبهاج عظيم جدا، وخصوصا بتعيينه ولي العهد سمو الأمير محمد بن نايف. هذا أثلج صدورنا وألجم جميع الأفواه التي تكره المملكة وتتعب
تشتغل على المملكة وتشيع عنها إشاعات مغرضة. أكيد. حمى الله مملكتنا وغفر الله لمليكنا وأبانا والدنا خادم الحرمين الشريفين. أستاذ محمد، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. ويعني قلوبنا بالفعل تبكي وتحزن وليس لدي أي وصف آخر. عموما مشاهدي الكرام،